أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميراث بنت الابن. إذن هذا الميت، يعني القاعدة الأساسية ننطلق من الميت وننسب كل الورثة للميت. فلدي أولاد للميت، بنت وابن، وهذا له ابن وهذا له ابن. فأنا أبحث في ميراث بنت ابن الميت أو بنت ابن الميت، وهكذا نزولا. إذن أبحث في ميراث هذه بنت ابن الميت وإن نزل أبوها. ميراث هذه البنت لها حالات: تأخذ النصف والثلثين والسدس، وتكون عصبة وتكون محجوبة. مين؟ إذن لها عدة حالات. نبدأ من الأخير. متى تحجب بنت الابن؟ بنت الابن هذه أدلت بالابن هذا، والقاعدة تقول كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذن يحجبها الابن. الابن يحجب بنات الابن جميعا، وأيضا يحجبها ابن الابن الأعلى منها درجة. يعني لو كان هنا مثال أنه لدي هالك عن ابن وبنت ابن، فابن الابن عصبة وهذه محجوبة. ابن الابن الأعلى منها درجة، يعني لو كان لدي ابن وكان لدي بنت ابن، فهذا أعلى منها درجة فيحجبها. إذن تحجب بنت الابن بالابن أو الأبناء أو بابن الابن الأعلى منها درجة. وتسقط بنت الابن بالبنتين الصلبيتين. يعني لو كان لدي بنتين صلبيتين هكذا، بنت عدد 2 أو أكثر، وكان لدي بنت ابن أو بنات ابن، فالبنات يأخذ الثلثين. لم يبقى شيء لبنات الابن فيسقطن، والعم الشقيق عصبة. إذن يسقطن ببنات الابن المستوفيات لنصيب الإناث الثلثين. لم يبقى شيء لبنات الابن فيسقطن. لا يوجد من يعصبها، لا أخوها ولا ابن عمها، إذن تسقط من الميراث. فهذه الحالات التي لا ترث فيها أو تنحجب فيها بنت الابن عن الميراث. الآن حالة التعصيب. حالة التعصيب، هذه بنت الابن هذه تكون عصبة مع ابن الابن المحاذي لها. فابن الابن في درجتها يعصب بنت الابن التي في درجته، ويكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن وبنت ابن هالك، فيكون الميراث من 3: للذكر مثل حظ الأنثيين، سهمين في سهم.
قد يكون ابن الابن هذا أخوها، وقد يكون من ابن آخر للميت فيكون ابن عمها. إذا قد يكون أخوها وقد يكون له ابن وله، فابن الابن هذا قد يكون ابن عمها، هذا أخو هذا، فهذا عم البنت هذه، فهذا ابن عمها. إذن الذي يعصبها ابن الابن في درجتها قد يكون أخوها أو ابن عمها. أحيانا يعصبها ابن الابن الأنزل منها درجة، هذا يعني بنت الابن يعصبها ابن الميت أنزل منها درجة إن لم تكن صاحبة فرض واحتاجته. كيف ذلك؟ لدي بنتين استوفت الثلثين، ولدي بنت ابن محجوبة بالبنتين سقطت من الميراث، لكن ظهر أن هناك ابن أنزل منها درجة، فاتفق الفقهاء أن هذا ابن الابن يعصب بنت الابن الأعلى منها درجة وترث معه، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا حالة التعصيب ابن الابن المساوي لها درجة أو الأنزل منها درجة إن لم تكن صاحبة فرض، وهو يدعى الابن المبارك. هذه حالة التعصيب. متى تأخذ السدس؟ تأخذ السدس مع البنت الصلبية المستحقة لفرض النصف. فلدي بنت فرضها النصف، ولدي بنت ابن أعطيها السدس تكملة للثلثين، عم شقيق عصبة 3 1 2. إذا لدي بنت صلبية مستحقة لفرض النصف ولدي بنت ابن أعطيها السدس تكملة للثلثين، لأنه سقف الأناث ثلثين، بقي من الثلثين سدس فتكون نصيب بنت الابن. لو كان لدي بنات ابن 4 مع بنت صلبية نعطي بنات الابن 4 السدس تكملة للثلثين، وتحتاج المسألة لتصحيح. نضرب في 24 4 12 ب3، هنا 4 وهنا 8. إذا تأخذ بنت الابن السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين. بقي لدي الحالتان الخاصتان النصف والثلثين. فبنت الابن تأخذ النصف بشروط ألا تكون محجوبة ولا معصبة ولا مستحقة للسدس، وواحدة فنصيبها النصف. إذا شروطها ألا تكون محجوبة ولا معصبة ولا مستحقة للسدس وواحدة فيكون نصيبها النصف. أخ شقيق عصبة، فلكل منهما سهم. طيب الحالة الأخرى الثلثين. متى تأخذ الثلثين؟ عندما يكون لدي بنات ابن عدد 2 أو أكثر، نعطيهن الثلثين بالشروط نفسها، ألا يكون محجوبات ولا معصبات ولا مستحقات للسدس، وأكثر من واحدة فنعطيهن الثلثين. أخ لأب عصب، فنعطي سهمين لبنات الابن 2، والعصبة يأخذ الباقي سهم. إذن ميراث بنت الابن شبيه
في ميراث البنت، فبنت الابن تكون بمثابة البنت إذا فقدت البنت، تأخذ النصف وتأخذ الثلثين، ونعاملها مع أخوها أو ابن عمها عصبة. لكن هناك حالات أخرى، فقلنا تحجب بالابن، الابن يحجب جميع بنات الابن، وابن الابن الأعلى منها درجة. تسقط بالبنتين الصلبيتين المستحقات لفرض الثلثين، لم يبقى شيء فيسقط. مع بنت الابن لا يوجد من يعصبها، كما أنها تسقط ببنتي الابن الأعلى منها درجة. يعني مثال هذا، يعني لو كان لدي بنت ابن عدد 2 إلهن الثلثين، ولدي بنت ابن أنزل منها درجة عدد 5، محجوبات. ليش؟ لأنه بنت الابن الأعلى منها درجة 2 استوفن الثلثين، فسقطت بنات الابن الأنزل منها درجة ولم يوجد من يعصبهن. فتسقط ببنتي الصلبيتين، ببنتين، وببنتي الابن الأعلى منها درجة. يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، قد يكون أخوها وقد يكون ابن عمها. قد يعصبها ابن الابن الأنزل منها درجة إن لم تكن صاحبة فرض، وتستحق السدس مع البنت الصلبية الواحدة المستحقة لفرض النصف عندما لا تكون محجوبة، عندما لا تكون محجوبة ولا معصبة ولا مستحقة للسدس وواحدة أعطيها النصف. عندما لا تكون محجوبة ولا معصبة ولا مستحقة للسدس وكانت 2 نعطيهم الثلثين في الحالات الخاصة. هذه هي حالات ميراث بنت الابن. وإن شاء الله يعني الدورة مستمرة، نتابع في مقاطع أخرى تمارين عامة على أصحاب الفروض، ونتطرق إلى أدلة ميراث أصحاب الفروض. والحمد لله رب العالمين.